في فيديو النهارده هنعمل الحليب المحلى المكثف. مش هتصدقوني لو قلتلكوا ان انا بطلت اشتريه من زمن طويل. مش عشان احنا بنعمله بربع الثمن او بنعمله كميه كبيره، دي كمان من غير مواد حافظه، وكمان طعمه يتفوق عن الجاهز ب100 مره، وبيتحضر في دقيقتين اتنين. يلا بينا نبدا، بس لسه مشتركش في القناه يشترك ولايك وشير لو عجب الفيديو. كل اللي محتاجينه في الوصفه دي خلاط فيها كوبايتين سكر وكوبايتين لبن حليب بودر، وكمان مكعبين زبده بمقدار معلقتين، وكوبايه ميه سخنه او لبن حليب سخن، وكيس فانيليا. والفانيليا والزبده اختياري، تقدر تستغنى عنهم وطعمهم بيبقى حلو برضو. وانا تقدر تعملوا نصف المقدار، يعني كوبايه سكر، كوبايه لبن بودر، مكعب واحد بس زبده، ونص كوبايه ميه سخنه. انا مضاعف الكميه علشان هنعمل حاجات حلوه كتير في الوصفات اللي جايه. اضربه حوالي دقيقتين 3 كده، وفي البدايه بيبقى خفيف زي ما انتم شايفين، بس لما بيبرد بيبقى تقيل زي ما انتم شايفين كده. طعمه بيبقى حلو قوي وريحته بتبقى مميزه جدا. واهم حاجه بقى ان احنا لما نيجي نخزنه في برطمان معقم، لانه هو هيقعد معانا شويه حلوين كده، حوالي اسبوعين 3. واهم حاجه ان هو بيعمل كميه كبيره وموفره جدا. يا رب وصفه النهارده تنول اعجابكم، ما تنسوش تجربوها وتقولوا رايكم، واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه.